هلو. اليوم غادي نعاود لكم القصه ديال واحد من احسن الافلام ديال الحرب والقشيل اللي سميتو فيوري، اللي كتعني غضب عدواني. قبل ما نبداو مع الفراجه بالدارجه، طفي البوله وتفرج باش تفاجأ. الفيلم كيبدا بواحد اللقطه كتدوي على الحرب ما بين النازيين اللي كانوا في المانيا والحلفاء اللي كانوا ضد النازيين اللي كتزعمهم ميريكان. اللقطه الاولى في الفيلم كتبين واحد العسكري من النازيين راكب على العود بيض وكيدوز في البلاصه اللي دارت فيها الحرب ما بين النازيين والاعداء ديالهم. في واحد اللحظه واحد الشخص سميتو دون كولير طلع على داك العسكري النازي وقتلو. هاد دون كولير كان معروف بواحد السميه اللي هي وور دادي، بالدارجه اب الحرب. وور دادي طلق العود يمشي في حاله ورجع الدبابه اللي كان مريح فيها مع صحابه. هاد الدبابه سميتها فيوري وهي اللي داير عليها الفيلم. في داخل فيوري الدبابه كان بويد بايبل سوان، وكان تريني غاردو غارسيا، وكان جريدي كون آس ترافيس. هاد كون آس كان كيصيف في الدبابة فيوري وكيعاير في وور دادي لداك الشي اللي طرا ليهم في الحرب. خوتنا كانوا مكرفسين بزاف وكاعين حيتاش مات واحد القائد ديالهم. ملي كون آس صايب الدبابة فيوري، خوتنا تحركوا مشاو البلاصة اللي مازال فيها الحرب، مشاو المخيمات ديال الحلفاء. وور دادي استقبلوا واحد خونا سميتو سيرجنت بين كويسكي. من بعد واحد العسكري جا عند وور دادي وسولوا على العسكر والكوماندرز اللي كانوا معاه. وور دادي جاوبو وقال ليه كلشي تقتل، بقينا غير حنا 4. في هاد اللحظه خوتنا اللي كانوا في فيوري كانوا كيدويو على داك القائد ديالهم اللي مات اللي كان سميتو ريد. وور دادي حتى هو كان بقى فيه ريد اللي مات وكان كيكعمل اللي كيكون بوحدو. من بعد واحد خونا سميتو نورمان إلسون جا عند وور دادي وقال ليه انا الشيفور المساعد ديالك جديد. وور دادي ما تيقش خونا حيت بان ليه صغير ومضعوق، وملي سولو لقاه يلا بدا العسكر شي شهرين هادي. وور دادي قال نورمان باش يمشي يريح مع العسكر ويتبع الهضره وما يقرب حتى واحد. نورمان مشى عند خوتنا اللي كانوا في الدبابه فيوري، وغوردو خدا ليه الشكاره باش يجبد كارو، ولكن ما لقاش ولقى فيها غير واحد كتاب صغير. خونا كان آس قال لي دخل الدبابة فيوري ونقيها من الداخل. نورمان كان عمرو دخل شي دبابة من الداخل، ملي دخل بدا كيمسح فيها لقى الدم واللحم ديال البشر ويخرج في ديك اللحظة وبدا كيتقيا. في هاد اللحظة وور دادي كان كيدوي مع العسكرية على البلانات ديالهم، وفي نفس اللحظة واحد 3 العسكرية جايبين واحد العسكري من النازيين. وور دادي بالزربة مشى عند داك العسكري ديال النازيين وبدا كيضرب فيه، فكوه غير العسكر منه. من بعد مشى عند نورمان وقال ليه على الجد خاصك تقتل اي عسكري الماني شفتيه قدامك بلا رحمه. نورمان مسكين كان عمرو قتل شي واحد في حياته، داكشي علاش وور دادي عطاه السلاح وشجعو باش يقتل خونا الالماني. وخونا كون آس علمو كيفاش يخدم بالسلاح. وور دادي مشى كيدوي مع العسكر على البلانات اللي غادي يديروا، وكان هو القائد ديال المجموعه ديالو. من بعد تحركوا كانوا بزاف ديال اللاجئين في الطريق. وور دادي قال الجروب ديالو حديو مع شي الماني يكون بين اللاجئين. خونا نورمان بان ليه واحد الالماني 11 جر، ولكن ما قدرش يتيري فيه. داك خونا اللي ما قتلوش نورمان صدق متيري في واحد دبابه معاهم وشعلات العافيه فيها، وكاع العسكر اللي كانوا فيها ماتوا. وور دادي بالزربه هبط وقتل داك خوتنا اللي صيفطوا العافيه، وصدق لقاهم غير دراري صغار. من بعد وور دادي مشى عند نورمان وغوت عليه حيتاش ما قتلش دوك خوتنا. نورمان بقى فيه الحال بزاف وانبو الضمير حيت بسبابه ماتوا العسكر معاهم. وور دادي كمل القياده ديالو. من بعد وصلوا البلاصه اللي كانوا غادين ليها. واحد العسكري سلم على وور دادي ودا معاه باش يتلاقى مع القائد واغنر اللي كان كاعي بزاف حيتاش ما صيفطوش ليه العسكر بزاف، ولكن تاق في وور دادي ووراه البلان اللي غادي يديروا باش يعتقوا شي عسكر معاهم شادينهم الالمانيين. من بعد وجدوا مشاو ديك البلاصه اللي مشدودين فيها العسكر وبداو كيعتقوا في العسكر صحابهم، ولكن الالمانيين بداو كيتيروا فيهم وكان عندهم سلاح مطور. وصحاب وور دادي عندهم سلاح عادي، وزايد عليهم نورمان اللي عمرو تقاتل. وعاود تاني نورمان شاف الماني كيتيري فيه وما قدرش يتيري فيه هو، وعنده الزهر هاد المره حيت خونا بايبل عتقو. غوردو غوت على نورمان وقال لي عاود تيري في داك خونا اللي ما قدرتيش تيري فيه. نورمان ما قدرش يتيري فيه، وقال غوردو راه خونا ديجا مات ما كاين لاش نتيري فيه تاني،
ولكن غوردو عاود وقال ليه والو، خاصك تيري فيه. نورمان بدا كيبكي. في ديك اللحظه ووردادي غوت عليه حتى هو. المهم من بعد هادشي ووردادي وعشرانو غادي يربحوا المعركه ضد النازيين. ووردادي مشاو دوا مع نورمان وقال ليه راك درتي بزاف ديال الاخطاء. نورمان جاوبو الدموع في عينيه وقال ليه راه عمرني ترينيت على السلاح وغير فرضوا عليا وجابوني لألمانيا باش نحارب. من بعد هادشي وعد جماعه ديال العسكريه شدوا واحد العسكري الماني لابس لبسه ديال العسكر ديال الميريكان. ووردادي ملي شافو عيط على نورمان وقال ليه غتقتلو نتايا. نورمان ما قدرش كيف العاده. ووردادي كا عليه بزاف وشدو بزز منه ودار ليه السلاح في يدو وتيرا في داك العسكري الالماني. من بعد هاد اللقطه نورمان تصدم وتخربق ودخل في واحد اللحظه نفسيه صعيبه. بايبل مشى عند نورمان وهزو وجابوا المجموعه ديالهم. الجروب ديال ووردادي ريحوا دواو مع نورمان وقالوا ليه ووردادي ما كيرحمش وما كيتفاهمش، ولكن هادشي راه مزيان لينا وهو اللي مخلي الجروب ديالنا قاصح وواقف على الصح. من بعد هادشي خوتنا تحركوا وفي الطريق ديالهم كانوا كيقلبوا على شي عسكر المانيين مخبين. تلاقاو مع واحد الراجل كبير وبغاو يسولوا على فين مخبين العسكر ديال المانيا. قبل ما يجاوبهم تيراو فيه الالمانيين. من بعد هاد اللقطه غادا تشعل عاود تاني، ولكن القائد ديال العسكر ديال المانيا استسلم وهز الرايه البيضاء. ووردادي وعشرانو عتقوا شي دراري وعيالات كانوا شادينهم النازيين وقتلوا القائد ديال النازيين. ايوا خوتنا فرحوا وغوردو وعشيرو كون اس دبروا على واحد الالمانيا ودخلوها الدبابه فيوري باش ياكلوا لها الحلوى. في هاد اللحظه ووردادي كان كينصح في نورمان باش يبدا يقتل النازيين، ولكن نورمان ما تسوقش ليه. داكشي علاش ووردادي داه ودخلوا لواحد الدار ووراه النازيين شحال قاتلين ديال الناس عاديين. من بعد هادشي ووردادي ضرب على واحد ختنا كطل من الشرجم وهو يمشي مع نورمان. طلعوا عندها. ملي دخلوا الدار لقاو إيرما وبنت عمتها إيما مخبين. تما ووردادي عطى لإيرما جوج الباكيات ديال الكارو باش تعطيه الماكله ويدوش عندها. العيالات بداو كيقادوا في الماكله وهما يتصدموا بنورمان اللي كان كيضرب بيانو مزيان، وحتى ووردادي تفاجئ به. إيما عجبها الحال بزاف وعجبها نورمان وجات وقفت حداه وبدات كتغني. ووردادي دوا مع إيما وقال لها دخلي بيت ناس. من بعد دوا مع نورمان وقال ليه سير تبعها. المهم ووردادي دوا مع إيرما وقال لها خليهم يعيشوا من حدهم باقين صغار. إيما ونورمان عاشوا اللحظة ديالهم. من بعد دخل عندهم بايبل وغوردو وكون اس. غوردو قال نورمان راه خلينا لك واحد تيتيزا داخل الدبابة فيوري. من بعد غوردو وكون اس شافوا إيما مريحة حدا نورمان وهما يفهموا البلان وصدقوا مطلعينها عليه حتى تدخل ووردادي وقال لهم قلبوا عليه. المهم بداو الماكله وغوردو بدا كيعاود في واحد القصه شبعانه قتيل وخليع. ووردادي دوا معاه وقال ليه اسكت، ولكن كون اس زاد فيه وحتى هو بدا كيعاود في نفس القصه وغوردو ما وقفش القصه. ووردادي كعا عليهم ديال بصح وناض وقف وتفل على كون اس. من وراها غوردو اعتذر لووردادي. في ديك اللحظه واحد العسكري دخل عندهم وقال لهم راه كاينين شي بلانات خاصكم تشوفوهم. المهم ووردادي وصلاتو الأوامر باش يدير واحد المهمة جديدة اللي كانت صعيبة بزاف. الساعة اللي كانوا كيبريباريو باش يدخلوا الدبابة صاروخ ديال الألمانيين ضربهم وجا نيشان في الدار ديال إيرما. نورمان مشى كيجري باش يشوف إيما اللي من بعد لقاها ميتة. تبعوا كون اس باش يجيبوا، ولكن نورمان تصدم على الجاد وتخربق وبدا كيبكي وكيضرب في كون اس اللي من بعد شدوا وطلعوا الدبابة فيوري. ووردادي دوا مع نورمان وقال ليه راه الموت عادية وداخل في الحرب وخاصك تقبلها. ملي كانوا غادين الألمانيين هجموا عليهم وشعلات الحرب ديال بصح عاود تاني. في هاد الروينة مات القائد سيرجنت بينكويسكي والجروب اللي كانوا معاه في الدبابة ديالو. الألمانيين ضربوا كاع الدبابات إلا فيوري اللي كان القائد دياله هو ووردادي. ووردادي كانت عنده استراتيجية مزيانة وآمر غوردو باش يتيري على الدبابة ديال الألمانيين اللي سميتها تايجر. المهم بقات الدبابة فيوري مقاتلة مع الدبابة تايجر حتى ربحوهم. ووردادي والمجموعة ديالو بقاو غير هما اللي حيين في ديك المعركة كيف البداية ديال الفيلم. من بعد هادشي ووردادي بغى يعيط الشاف ديالو باش يقول لي على شنو طرا، ولكن الراديو كان خاسر. خوتنا ب5 بهم دمروا وكعاو بزاف
ومن بعد بداو كيضحكوا على الحالة ديالهم كاملين. المهم وردادي وعشرانو قرروا يكملوا في طريقهم. ملي وصلوا لواحد المنطقة طرا لهم انفجار، والدبابة فيوري تخسروا ليها السكات ديال الرويضة بسبب قنبلة كانت في الأرض. والمشكل هو باش يصيبوا فيوري خاصهم الوقت بزاف. وردادي قال لغوردو وكون اس ونورمان يقلبوا واحد المبنى كاين حداهم اللي لقاو فيه شي عسكر ألمانيين ميتين. من بعد وردادي قال نورمان باش يمشي لواحد البلاصة باش يبقى حاضيهم. ملي نورمان مشى ديك البلاصة بدا كيقصي وهو يسمع الصوت ديال العسكر ديال النازيين. نورمان تخلع بزاف ومشى كيجري عند الجروب ديالو وقال لهم داكشي اللي شاف. وردادي ملي سمع الصوت من بعيد عرف هذاك العسكر ديال النازيين اللي كيسميوهم اس اس باتاليون. في ديك اللحظة ناض بايبل بغى يمشي في حاله، ولكن وردادي قال لي خصنا نبقاو ونكملوا في المهمة ديالنا. كان اس قال وردادي راه ما يمكنش، حنا غير 5 وهما بزاف. وردادي طلع عليه الدم وقال لهم اللي بغى يمشي يمشي، انا غادي نبقى. نورمان في ديك اللحظة جاوبو وقال لي غادي نبقى معاك حتى انا. من بعد واحد بواحد رجع وقرروا يبقاو مع وردادي. خوتنا سولوا وردادي على شنو هو البلان. قال لهم غادي تجيبوا جثة ديال عسكري ألماني وحرقوها، وقال لهم حرقوا شي واحد آخر فوق الدبابة فيوري باش تبان خاسرة وما فيها حتى واحد. المهم ملي قادوا بلاناتهم دخلوا لداخل الدبابة فيوري وبداو كيقادوا في السلاح ديالهم. وردادي جبد قرعة شراب وبدا كيشربها ودورها مع صحابه، وفي بالهم كاملين تقدر تكون آخر شربة ليهم. بايبل بدا كيقرا شي بركة من الإنجيل، وناض خونا كون اس سمع على نورمان سمية ماشين. من بعد ماشين اللي هو نورمان شاف العسكر النازيين جايين قاصدين الدبابة ديالهم وقالها لعشرانو. النازيين جاو للدبابة فيوري وبداو كيقلبوا، واحد فيهم حليها الباب وماشين اللي هو نورمان تيرا فيه وقتلو. من ورا هاد الشي شعلات وشبكات القضية. في هاد المعركة ما بين 5 ديال العسكرية ضد جروب كبير ديال النازيين غادي تكون صعيبة وطويلة. وردادي وصحابو لاحوا القنابل على النازيين وتيراو في الكاميو ديالهم بالدبابة فيوري، وفرقعوا حتى ديك الدار اللي كانت حداهم حيتاش كانوا تخباو فيها العسكر ديال النازيين. الألمانيين أو النازيين بداو كيتيريو على الجهد في الدبابة فيوري، ولكن عشران الخمسة كانوا قادين بلاناتهم وقتلوا بزاف ديال الألمانيين بسبب الخطة اللي عطاها لهم وردادي. من بعد هادشي وردادي وعشرانو تقادا لهم العمارة ديال السلاح. وردادي قال لغوردو وكوناس باش يحضيوه باش يخرج يجيب العمارة ديال السلاح، وقال لهم يلوحوا القنبول ديال الدخان. المهم خرج جاب العمارة ديال السلاح. ملي بغى يدخل في الدبابة تبعوه العسكر ديال ألمانيا، داكشي علاش بقى كيتيري فيهم، ولكن خواليه السلاح وصدق مضروب في دراعه. المهم دخل الدبابة وبايبل داواليه الضربة اللي تضرب. العسكر ديال الألمان بقاو كيقربوا بشوية وجابوا معاهم بازوقات. ملي قربوا الدبابة فيوري بداو كيتيريو بالبازوقات، وعد خونا ألماني تيرا بالبازوقة في واحد البلاصة اللي تقباد الدبابة فيوري وتخشات في كون اس اللي مات في ديك الساعة. بايبل بدا كيبكي. وردادي غوت وقال لهم ماشي وقت البكا دابا، حنا مازال وسط المعركة والألمانيين بقاو كيتيريو في الدبابة فيوري. وردادي وصحابه حتى هما كيتيريو فيهم، ولكن في واحد اللحظة سال ليهم القرطاس وبقى عندهم غير القرطاس ديال السلاح ديال يديهم. الألمانيين عرفوهم تقادا ليهم القرطاس وبداو كيوجدوا ليهم. وردادي وعشران وثلاثة قرروا يخرجوا من فيوري. بايبل بان ليه سلاح ديال عسكري ألماني ميت وبغى يمشي يجيبو. ديك الساعة الألمانيين هجموا عليهم بزاف. غوردو بغى يجبد قنبولة ويلوحها على الألمانيين، ولكن تيراو فيه والقنبولة طاحت داخل الدبابة فيوري. غوردو مسكين نعس فوق القنبولة باش تفرقع فيه ويموت غير بوحدو. في هاد اللحظة بقاو غير 3: وردادي، بايبل، ماشين. خونا اللي كان باغي ياخد ليه بايبل السلاح لقاه مازال حي وصدق مضارب معاه. وعد الألماني كان جاي باش يقتل بايبل، ولكن خونا ماشين تيرا فيه واعتق صاحبه بايبل. وعد سنايبر مع العسكر ديال الألمانيين كان كيقرب من دبابة فيوري بشوية. في هاد اللحظة وردادي كان كيتقاتل معاهم بلا رحمة وقرب يسالي ليه القرطاس. عيط على بايبل وقال ليه يجيب ليه القرطاس، ولكن داك سنايبر الألماني تيرا في بايبل وقتلو في ديك الساعة. ومن وراها تيرا في وردادي 2 المرات. وردادي دخل فيوري والموت داخلاه دوا مع ماشين.
ماشين كان خايف على الجهد في ديك اللحظة، وقال وور دادي راه انه غادي يستسلم. وور دادي جاوبو قال ليه الا استسلمتي غادي يتعداو عليك وغادي يقتلوك من بعد. العسكر ديال ألمانيا في ديك اللحظة هجموا على الدبابة فيوري ولاحوا وسطها قنبولة. وور دادي دوا مع ماشين باش يخرج من واحد الباب كاين تحت في الدبابة فيوري. الألمانيين بداو كيقلبوا في الدبابة فيوري، واحد العسكري ألماني باقي صغير في العمر لقى خونا ماشين تحت الدبابة. ماشين طلبوا بشوية وداك العسكري دار معاه المزيان ودار راسو ما شاف والو. في الصباح ماشين فاق ودخل الدبابة فيوري وغطى الجثة ديال وور دادي. من ورا ما سمع شي حد كيحل عليه الباب وهو يلقاه عسكري ميريكاني. المهم خداوه واستقبلوه في امبيلانس وتعاملوا معاه معاملة ديال الأبطال. الفيلم سال بهاد اللقطة ديال الدبابة فيوري مدمرة وخاسرة كاملة مع الجثث ديال العسكر من النازيين ومن الحلفاء.